السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضرتك مهندس محمود رجب وقناة ظهور الأرض وبرنامج عمالقة اللاندسكيب. ومعانا النهاردة أحد عمالقة المجال الباشمهندس عبد الحميد السيد، مهندس استشاري ومن أكبر المهندسين يعني اللي أنا اتشرفت بالعمل بيهم من أكثر من 15 سنة. إن شاء الله نستفاد النهاردة. ونرحب بالباشمهندس عبد الحميد. أهلا بحضرتك. اهلا بك يا باشمهندس محمود، شرف النهارده. ربنا يخليك، كل سنة وحضرتك طيب. حضرتك بألف خير. باشمهندس عبد الحميد السيد باختصار، نبذة مختصرة نعرف الناس واحد. عبد الحميد السيد، خريج كلية زراعة شعبة عامة جامعة الأزهر، دبلومة نباتات الزينة سفين، وحاليا مسجل ماجستير نباتات الزينة جامعة الأزهر إن شاء الله. تمام. الباشمهندس عبد الحميد، بدأت امتى في اللاندسكيب؟ هو كبداية في بداية أثناء الكلية، يعني أنا بدأت أشتغل في فترة الجامعة، وبعد كده بدأنا بعد التخرج والجيش. كان بداية شغل في شركة بارادايس في حي الأشجار، وبعد كده الغردقة، وبعد كده ده أكتوبر جاردينيا 1 و2، وكان ده أول مشروع مسكت مدير مشروع تقريبا في سنة تقريبا 2009 2008 2009. 2009. تمام. وبعد كده حضرتك اتنقلت من جاردينيا؟ من جاردينيا رحت شركات تانية، رحت شركة ايكوت وحديقة الأزهر، مجموعة ايس جروب، وحالي وكوبلان مكتب استشاري إعمار، وحاليا في مكتب استشاري ECB هنا في العاصمة. تمام. خطوات كبيرة جدا وسنين كبيرة جدا من الخبرة. النهارده مهندس الموقع محتاج يعرف من حضرتك لما ابدا المشروع جاله التصميم، منين هيجيله التصميم في الاول، ومن امتى وكيف يبدا في المشروع؟ التصميم بداية بيطلع من الديزاينر، بيحط وجهة نظره وتوقعاته للمشروع اللي هي في الديزاين. بعد كده بيطلع للمالك، المالك يشوف المقاول بياخد التصميم ويشتغل عليه. التصميم ده بيبقى حاجة مجمعة. يبدأ المقاول يشتغل عليه حاجة اسمها الشوب دروينج، اللي هي لوح الورشة أو لوح التشغيل، بيحط فيها الداتا على اللوحة، بحيث إن أنا كمهندس موقع تجيلي اللوحة لو فتحتها ملاقيش أي داتا غايبة عندي. كل المعلومات اللي أنا عايز أعرفها، أبعاد، أعماق، مناسيب، انواع الاشجار والشربات، مساحات الاحواض، ده كله يكون واضح عندي في لوحه التشغيل اللي هي الشوب دروينج. تمام. النهارده المهندس جاله مهندس موقع، جاله لوحه التشغيل او الشوب دروينج وهيبدا ينفذ في الموقع. ايه الحاجات اللي اشتغل عليها؟ مبدئيا طبعا يوجه اللوحه ويعرف المكان اللي هيبدا بيه، لان كل القرى بتقسم الاماكن بتاعتها لمناطق كاولويات. المنطقه اللي هيبدا بيها بيشتغل على الثوابت بتاعتها، ياخد مقاييس الرسم بتاعته، يبدأ يحدد أماكن الأشجار بتاعته ومساحات الأحواض. بس طبعا في البداية خالص بيبدأ بالحاجات اللي هي قلنا اللي هي الحاجات التقيلة. تمام. اللي هي النخل، بعد كده الشجر، بعد كده يخش على الشربس، النجيلة بتبقى آخر حاجة. تمام. لو أنا النهارده مهندس موقع زي ما حضرتك قلت هيوجه اللوحة، يبدأ ياخد لو هو ما عندوش مساح ان هو يحدد له الاماكن الاشجار والنخيل، بيبدا ياخد يشتغل على الثوابت. اي ثابت عندي زي ما قلنا، مشايه، سور فيلا، اماكن بوابه، اي حاجه ثابته عندي على الارض مش هتتغير وموجوده عندي على اللوحه. كيف يعرف مقاس اللوحه المجرد؟ هو المفروض ان مقاس اللوحه مكتوب تحت، بس هنقول ان انا لسه جديد وما اعرفش التفاصيل دي كلها. باخد مقاس اي حاجه ثابته، مسافه مشايه، عرض مشايه، عرض طريق يكون ثابت. بعرف عرضه او طوله قد ايه، الطول قد ايه على الارض، وانسبه للوحه. اللي على الارض مثلا 2 متر، على اللوحه لقيته 2 سم، يبقى مقياس الرسم 1:100. تمام. وبنسب الباقي لنفس المسافه، مع اخذ زي ما حضرتك كلها شير بكده من الحاجات الثابته اللي حواليك. بالظبط، برجع للثوابت اللي هي مش هتتغير. تمام. النهارده انا حددت اماكن الاشجار، تمام. كل شجره او الجور اللي انا هحفرها هل كلها متناسقه مع بعضها ولا لا طبعا، كل نبات كميه جذوره بتختلف عن النبات التاني، فكل نبات ليه احتياجات في الجوره اللي هتتحفر ليه مختلفه عن كل. لو هنقول مثلا النخيل معانا من 180 سم
متر 180 في 180 في متر ونص، او متر ونص في متر ونص في متر ونص عمق، وفي بيشتغل على متر ونص في عمق 120. وبرضه بيختلف حسب نوع النخل، يعني مثلا النخل الملوكي غير النخل الواشنطنية غير البلح، لان كمية الجذور مختلفة من نبات لاخر. تمام. يعني هنا الجونه اتحددت من جزئين، اولا نوع النبات، نوع النخله نفسه، بالظبط. زائد النوع الثاني تحليل التربه اللي انا اصلا بالظبط. محتاج اوسع عشان اعمل احلال هل هواء. التربة محتاج فيها احلال ولا لو مش محتاج احلال مش هتفرق كتير عمق الجرة، لان تمام. كده الارض مش هعمل احلال مش تمام. هحتاج لها احلال. لكن لو في مشاكل في التربة او التربة صخرية فبعمل اكبر مساحة بحيث ان الجذور تلاقي مساحة تشتغل فيها حواليها اول ما تقدر. بعد النخل الاشجار. الاشجار من 120 في 120 في 120 او عمق متر، واحيانا متر في متر في متر، وده المناسب. وبرضه ترجع لنفس الحكايه نوع لنوع الشجره ونوع التربه. تمام. والشرابصات. الشرابصات 60 او 50، 60 في 60 او 50 في 50، او احيانا بيتحفر نفق ان هو لان الكثافات بتبقى هذا يعني حفره نص متر جنبها حفره نص متر، هيبقى صعب حتى في التنفيذ، فبيتعمل خط واحد وتحط فيه النباتات على المسار المتساوي. مغطيات التربه والنجيله لو انا هعمل لها احلال، التربه المناسبه للاحلال تقريبا بتكون كام؟ الاحلال بيبقى تقريبا على مسافه 30 سم. يعني 30 سم لو في احلال، لو التربه ما فيهاش احلال خلاص. التربه ما فيش احلال خلاص، انا بضيف السماد العضوي بتاعي واشتغل على طول اللي هو الكومبوست. تاخد اللوحه زي ما حضرتك ذكرت، حدد وجهها، حدد اماكن الزراعات، حفر الدور، عربيه الزرع واقفه بره. يختار الزرع ازاي؟ اولا هو في كل نبات له مواصفه، تمام. وده بيرجع اللوحه اللي فيها الديزاين فيها حاجه في الجنب كده جدول ليجند محطوط فيه النبات والرمز بتاعه، المواصفات بتاعته وكمياته في اللوحه. ناخدهم واحده واحده وهنقول مثلا لو النخيل. خلينا نضرب مثل بالنخيل. لو هنقول النخل البلح في بعض المواصفات ان هي مثلا ارتفاعات 3 متر، و3 متر ديت اللي انا بقيسها بين اخر الجذور الهوائيه لحد اول جليده خضراء. تمام. الكرنال بتاعها من تحت، القاعده بتاع الورق نفسها. تمام. فبقيسوا طول نخله كلير ترانك خشب صافي. تمام. في 3 متر او 4 متر او 6 متر ايا كان حسب المواصفات. وفي بعض المواصفات بيطلب الترانك التخانه بتاعتها، وديت عاده بتختلف من صنف لصنف، فقليل اللي بيحددها. يعني انا لو حددت الصنف خلاص انا عارف مميزات الصنف، حاجه مثلا زي السماني الجذع بتاعه تخين، فمش هطلب انا ان سماني وجذعه رفيع. فكل صنف ليه المواصفات بتاعته. الجذور تكون خاليه من التعفنات والكلام ده كله. يفضل ان يكون الجذور في جزء من الجذور القديمه مع جزء من الجذور الهوائيه. تمام. في الزراعه ده بالنسبه للاطوال الجسم. مكان التقليم يكون نظيف، ويفضل ان التقليم يكون زي ما الناس بتوع رشيد بيقلموا كده، تقليم من جوه لبره. يعني يكون بميل بحيث ان مع المطر والكلام ده كله الميه تيجي وتنزل لبره. لكن في بعض الاماكن بيقلموا بالعكس، فالميه بتيجي بتخش بتحوش جوه بتعمل اعفان. فالتقليم اللي هو للخارج ده بينتشر بيه او بيشتهر بيه الناس بتوع رشيد. الساق يكون شكله مقبول، خالي من الاصابات، سوس النخيل، اي اصابات حشريه ظاهره على الساق، الاوراق خاليه من الاصداء والتفحمات، القلب حيويته شكله مقبول، متقلم صح، الجريد ملموم كويس. لو الحاجات دي كلها مظبوطه بالنسبه لي فاستلم سهل. بالنسبه للاشجار، الاشجار بيهمني فيها 3 حاجات: مساحه الجذور، التخانه، الانتشار. على حسب الموصف. على حسب المصدر. يفضل طبعا الجذور، وانا بحط كمصمم بعرف ان الجذور ديت، او هنقول الانتشار، خلينا في الانتشار. الانتشار ده عايز انتشار 2 متر، يبقى متر يمين ومتر شمال. التفريع يبدا من ارتفاع الشخص العادي، يعني نقول من 180 سم ل 2 متر بدايه التفريع. يفضل ان يكون التفريع يمين زي الشمال، يعني في سيمتريه في او تناظر في التفريع. الساق تكون مستقيمه، ملهاش اعوجاجات، مفيش خربشه، مفيش جروحات.
تمام. خاليه من الاصابات اللي هي الحشرات القشريه والاصابات اللي هي بتصيب الانواع باختلافها. لو هناخد مثال مواصفة كإكسجر من الأشجار، نوع من الأشجار. خلينا مثلا نقول حاجه زي الكاسيا جلوكا. الكاسيا جلوكا ممكن انتشارها لو انتشار 2 متر تخانه من 2.5 ل 3 بوصه. جذور جوه بوت 60 او صندوق خشب. يفرق البوت ده من ده؟ هو يفرق في مساحة الجذور، لأن كل حيز في قصرية أو صندوق بيلم جواه كمية معينة من الجذور. فصناديق الخشب دي اللي تعتبر أكبر حيز للجذور. عشان كده الأحجام الكبيرة بالشجر والتخانات الكبيرة بيفضل إن نختار صناديق خشب، أو اللي هو براميل حديد كبيرة، أو اللي هي البراميل البلاستيك الكبيرة. بس يكون عندي مجموع جذري مناسب، مساحة كبيرة للجذر إن هو يشتغل فيها. استلمنا لو هنتكلم ناخد مثال الشرابصات مثلا. الشرابصات ممكن لو هنقول أي حاجة مثلا زي الأيروباس أو الهيبسكس، بيبقى فيه ارتفاع وفيه انتشار وفيه قصرية. ده ملوش تخانة، لأن ده المفروض التفريع بتاعه بادئ من وش الأرض، فأنا مش محتاج فيه تخانة. التخانة بتبقى في الأشجار والحاجات اللي هي الحاجات الكبيرة. بنهتم فيه بالانتشار، انتشاره قد ايه، القصريه اللي جاي فيها مساحتها قد ايه، وطبيعي يكون خالي من الاصابات. الزرع مش دبلان، القصريه مليانه، مش ان هي جزء فيها تربه وجزء تاني فاضي، لان ده طبعا قلنا هيأثر على كميه الجذور. خلي من الاصابات الحشريه والفطريه والكلام ده كله. النهارده المهندس استلم النباتات ورصها وبدأ يزرع. يزرع بقد ايه عمال النخيل مثلا، وقد ايه عمال الاشجار؟ هو استخدام الآلة دلوقتي بيوفر كتير. تمام. يعني احنا حاجه زي النخل، خلاف نخل البلح اللي هو يعتبر اكبر الاحجام، علشان ازرع نخله واحده بالعمال عايز لي 10 12 عامل، في حين ال 10 12 عامل دول يشتغلوا طول النهار ممكن ما يزرعوش نخلتين او 3، بالاضافه ان فيها مخاطره عاليه. لا قدر الله النخله لو مالت او ما حصلش سيطره عليها ووقعت على حد ممكن لا قدر الله تؤدي لموت العالم. فبيستخدم فيها الالات زي اللوادر والحفرات والكلام ده كله. فممكن لو معايا لودر بزرع 50 60 نخله، بزرعهم ب 2 3 عمال. انا بس عايز العامل يردم حوالين النخل بس. في الحاجات دي بيراعي بقى المهندس، بيبقى موجود، لان طبعا بيراعي ارتفاع النخل ونزوله على الارض، استقامه النخله عدل، بالاضافه ان انا لو عندي كميه نخل كبيره بحاول انسقها، لان النخل معلش انا زي ما بقول كده ما بقطعش عمدان خشب فبجيبها كلها طول واحد ستاندر. لا، في عندي نخله بيبقى مثلا في تفاوت 4 3.5 4 4.5. لو قلنا المواصفه 4 متر هو بيديك سماحيه نص متر فوق ونص متر تحت. وفي هنا وهو بيزرع لازم يراعي التنسيق ده. تنسيق. ما ينفعش مثلا اجيب واحده 4.5 واحط جنبها واحده 3.5. البان دي عاليه جدا ودي قصيره خالص. فانا بحاول ان انا انسق النخل حسب الاطوال وحسب المكان، وبرضه حسب من جهه ثانيه لو عايز اقرب المكان او ابعده. لو انا في طريق والطريق طويل وعايز اقربه على اللي ماشي، فبحط القصير قدام والطويل ورا. فانت لما انت ماشي في الطريق بتحس ان النخل الطويل قدامك انت ما حسيتش بنقص في النخل، فما حسيتش ببعد الطريق. العكس، لو انا طريق قصير وعايز ابين ان المكان واسع وكبير بحط النخل الطويل قدام والقصير ورا، فبيدي لمحه للعين ان الطريق طويل. دي من استخدامات النخله طبعا، دي بتفرق في معلومه في الجون كمان. فدي بتفرق، دي زي ما بنقول التكات بتاع المهندس اللي موجود في الموقع. تمام. لو النهارده وهو بيزرع الاشجار بيختلف نفس الكميه، ما بيحتاجش منها معدات كتير خاصه. لا، الاشجار الا بقى لو حاجه اللي هي حاجه مواصفات خاصه او نماذج اللي هي بتبقى حاجه كبيره الحجم، قصريه كبيره، حاجه زي الزيتون اللي هو نماذج ده اللي هو بيقولوا عليه امهات او قرمه، ده التخانات بتبقى 15 و20 بوصه، حاجات كبيره. دي العمل الماشي بيبقى صعب فيها جدا، فبتستخدم فيها اللوادر. لكن الشجر العادي اللي هو في صناديق خشب او في اثار البلاستيك كبيره ده بيبقى سهل نقل العمال. تمام. النهارده احنا زرعنا
زي ما حضرتك قلت التوجيه الاول النخيل الاشجار، بعد كده الشرابصات والشجيرات والنجيله. المهندس جه وزرع وجه سلم الاستشاري قال له انا ما شفتش حاجه. ايه من الناحيه الفنيه هو تمام، هو عمل كل حاجه وخد على المواصفه. اداريا بقى الناحيه الاداريه ورقيا الثانيه، الموقع مش كله شغل تنفيذ بس، في ورقيات بتمشي مع العمل، مع التنفيذ في الارض. لازم مهندس الموقع يكون ملم بيها. تمام. مبدئيا طبعا حكايه العماله، حضورها وانصرافها، الكلام ده كله، تنظيم العمل واداره العمال في الموقع، دي كلها ورقيات. ورقيا دي كلها طبعا مهندس الموقع هو اللي بيعمل. الحاجات التانية اللي هي التسليمات، هو بيعمل حاجه اسمه طلب فحص او طلب فحص توريدات MIR. ده بيتعمل للاستشاري علشان يستلم الحاجات اول ما تتورد، تمام. والنخل لسه على العربيه، او المفروض المهندس بينزل الحاجه ويفردها في الموقع. بعد ما يستلمها هو يتاكد الدنيا تمام، بينادي الاستشاري. يجي الاستشاري يبص على الحاجه اللي بيلاقيه مظبوط وتمام، خلاص ده بيتقبل ويبدا يشتغل بيه. لو في حاجه مرفوضه بترجع تاني. تمام. يبقى ورقيا بعد ما يستلم الحاجه اللي نازله من الميه. تمام. بعد كده بيزرع. بعد كده يبدا خلاص يوقع الحاجات اللي على اللوحه، يوقع الاماكن. لو في مساح طبعا بيوقعها، مساحه ما فيش بيوقعها هو يدوي. ويدوي دي ما عادتش خلاص، يعني دلوقتي كل المواقع بقى المساح شبه حاجه اساسيه فيها. يوقع خلاص، يبدا يدخل الحاجه بتاعته، النخل، التقايل، الحاجات دي بتبدا الاول. تمام. على كل طبعا زي ما قلنا بيستخدم معده، فبيبقى صعب. النهارده المهندس اللي موجود في الموقع العمال بتزرع. ايه الحاجات اللي هو لازم ياخد باله منها اثناء الزراعه وبعد ما يخلص، يعني الفينش الزراعي؟ هو اولا طبعا مناسيب الزراعه تمام. اول حاجه. هل ما زي ما بقول ايه، ما ادفنش الصلايه بتاع العود تحت، فيبقى صعب خاصه ان انا لو في مكان شغال بالتنقيط، كميه الميه ما بتنزلش تحت كتير. فتبقى سطح هتبقى الصلايه بتاع العود او جذر العود بعيد، فما بياخدش كميه الميه اللي هو عايزها. وبرده ما يبقاش عالي، علشان ده برضه انا كاشف كده جزء من الجذور للهواء والعمق بتاعي. فبيبقى الزراعه على عمق مناسب، يعني بيبقى بنقول تحت وش تحت الفينش فلور بتاع التربه مثلا ب 2-3 سم. ده اول حاجه المناسيب. بعد كده الاستقامه، ان مثلا لو في حاجه على خط واحد، بحيث ان انا لو مجموعه شجر، خط شجر، انا واقف عند اول شجره مش شايف بقيه الخط كله. ده مهمته هو واقف. ده مهمته الفنيات. تمام. الاحواض، تحديد حدود الاحواض اولها واخرها. كميه الكمبوست اللي بتتحط لازم طبعا يكون في حد مراقب الموضوع، لان كميه الكمبوست اللي بتتحط في التاسيس دي اللي بيطلع عليها النبات في الفتره الاولانيه لحد ما نبدا نشتغل عليه التسميد الكيماوي والحاجات دي. النهارده حضرتك احنا زرعنا وخلصنا ورقيات وجبنا الاستشاري السليم. المهندس بعد ما يطلع من المشروع من الانشاءات هيخش لجزئين مهمين جدا او 3 اجزاء: العقلمه، النبات اللي جايه، وبعد كده الصيانه، وبعد كده التسميد او الصيانه والتسميد بيبقى على طول. تمام. ايه وجهه نظر حضرتك في الجزئيه دي؟ هي الأقلمة، احنا المفروض الأقلمة تكون بعد ما الاستشاري يستلم من العربية، لأن لو زرعت خلاص أنا حطيت النبات في الجو المفتوح، تمام، خلاص ما فيش أقلمة، هو خلاص اصطدم بالواقع. لكن الأقلمة زرع جالي عارف إن هو كان فيه صعوبة، أو هنقول إن حاجة زرع جاي في أواخر الصيف ومش هتزرع دلوقتي وداخل عليه الشتاء. العوامل دي كلها أنا بحاول أحافظ على النبات عندي عن طريق الأقلمة دي. صوبة أو سرام عندي، لو ما عنديش في الموقع بشوف النباتات الكبيرة وأشون تحتها الزرع الصغير اللي هو محتاج مثلا ظل أو محتاج يتحافظ عليه من الساعة في جو البرد، بشون تحته الزرع الصغير حماية ليه لحين يجي وقت الزراعة المناسب بتاعه أو مكان يتفتح له. دخلنا النهارده في مشروع صيانة. النهارده المشروع اتحول من إنشاء لصيانة. الصيانة أصعب ولا الإنشاء أصعب؟ لا طبعا الصيانة أصعب بكتير، لأن الإنشاء سهل من مكان فاضي أحط فيه الشجر وأخلي شكله من رملة لحاجة خضراء والدنيا شكلها حلو.
لكن صعب ان انا احافظ على المنظر ده ان هو يفضل كده. ومطالب مني ان كمان ان انا اجمل المنظر عما هو عليه الان. الزرع اللي مش مظهر، اللي ما بيظهرش ليه، فبحاول اتعامل معاه، اشوف ايه المشاكل بتاعته. محتاج سماد، محتاج شجر تاني مضلل عليه، محتاج اضاءه اكتر. دي كلها شغلة مهندس الصيانة. دي فنيات الصيانة، وهي أصعب بكتير من فنيات الإنشاء. جدول الصيانة ككل من حديات وقص وتقليم وحتى الترجيع لو في مكان ضعيف وتسميد ومكافحة، هل ياخدوا من مكتب استشاري أو مكتب فني زي ما جات له اللوحة بتاع الإنشاءات، ولا لا الأفضل يكون هو اللي يعمل؟ هو لو في برنامج معتمد عادة، لو في مكان محدد، لو قلنا مثلا احنا في موقع هنا دلوقتي والمالك او الاونر هو اللي حط لي الجدول، انا بلتزم بيه، لان هو حطه بناء عن تحليل التربه، عن الجسات اللي اتعملت في الارض، فهو اتحط مخصوصا للمكان اللي احنا فيه. يعني يبقى هنا مكتب الاستشارة اصلا حطه من خلال تجربته في المكان، هو عارف ايه اللي بيحصل. داتا هو باني عليها الموضوع ده، وعلى اساسها تم عمل جدول الصيانه. لو الموضوع مفتوح لمهندس الموقع، لو الموضوع مفتوح لمهندس الموقع، بشوف احتياجات كل نبات ايه. يعني نعم بتبقى صعبه شويه، بس مع التجربه ومره واثنين وثلاثه خلاص اصبحت الدنيا بالنسبه لي سهله. عرفت ان الشجر ده مثلا ما بيحتاجش كميه نيتروجين كتير. نوع تاني زي مثلا زي الاسوار او النجيله بتحتاج نيتروجين اكتر من اي حاجه ثانيه، اكتر من الفوسفور والبوتاسيوم، لان هي مش محتاجه تزوير او الكلام ده، محتاجه نمو خضري، فبزود لها نسبه النيتروجين. حاجات زي المغطيات والكلام ده كله انا زارعها بغرض الحصول على الزهر، فبالتالي بزود لها العناصر المسؤوله عن التزهير زي البوتاسيوم والفوسفور والمغنيسيوم. الحاجات دي كلها علشان اقدر اخد الفايده اللي انا زرعت من اجلها. نرجع حته كده يعتبر عديناها شويه، النجيله لو انا هستلمها او هستلم النجيله وازرعها، يعني في الزراعه مواصفات النجيله دي. هو عامة النجيلة في الزراعات بتبقى آخر بند يتعمل. يعني خلاص أنا زرعت المسطح نجيلة، معناها إن خلاص مفيش حد هيخش بعد يعمل أي شغل، لا شغل ري ولا شغل كهرباء ولا أي شغل. هو التجميل ده آخر حد، يعني آخر حد بيطلع هو زراعة النجيلة. بستلم النجيلة أولا إنها تكون ما فيهاش إصابة دودة، ما فيهاش اصابات لبق او اي حاجه. الرولة بتاع النجيله تكون طبقتها معقوله، اللي هي تربه مخدومه تحت، يعني بيبقى نسبه الخضار اللي فوق وتقريبا نقول ما يقرب في نسبه التربه اللي تحت، او يمكن احيانا التربه بتكون اكتر. تمام. ده بيحافظ على تكون التربه كده اكتر، فمعنى كده مجموع الجذر اكتر. بالظبط، محتفظ بمجموع الجذر بتاعه بدون تقطيع. لما بيتزرع في الارض بيرجع للون الطبيعي بتاع المسطح بسرعه، ما بياخدش مني شغل كتير ولا وقت كتير. وخاصه في اماكن مثلا احنا بتتعمل في بعض الاماكن في احتفال قريب، في مناسبه قريبه، فانا عايز 10 ايام بالظبط يكون الشكل كانه مزروع من زمان. تمام. فده بنشتغل بيه اللي هي الرولات، ولو هي مخدومه صح هتديني اللون ده في الوقت اللي انا عايزه. تمام. نرجع لبرنامج الصيانه ومهندس الصيانه. حضرتك بتتكلم في جزئيه التسميد، حضرتك ممكن تكمل جزئيه التسميد؟ هو التسميد احنا في فتره بيشتغل في التاسيس، بيبقى التسميد كله عضوي. تمام. اللي هو الكومبوست اللي هو السماد العضوي، ويفضل النباتي. يعني اغلب الكومبوندات دلوقتي بيفضل النباتي، لان الحيواني بيبقى فيه حاجات روايح، واحيانا بيبقى فيه بعض الحشرات والكلام ده، فبيعتمد على التسميد العضوي النباتي. ده في التاسيس. بعد مرحله التاسيس هو عموما الجذور ما بتشتغلش وتقدر تستقبل سماد كيماوي الا بعد فتره من الزراعه. يعني ما ينفعش مثلا انا زرعت النهارده ان انا ازود كيماوي او نخلق، لان الجذور عندي ضعيفه جدا، فممكن النيتروجين العالي او بعض العناصر ممكن تحرق الجذور، فما النبات ما يكملش، ممكن يموت. فانا بستخدم التسميد الكيماوي بعد فتره، يعني نقول لا يقل عن 3 شهور. اول تسميد كيماوي ليه يبدا من الزرع بعد 3 شهور. قبل استخدم التسميد الكيماوي وبنسب متوازنه.
عمليات الصيانه وجدول الصيانه. عمليات الصيانة، في صيانات الصيانة طبعا أعمال الصيانة بتختلف للنخل غير للشجر غير للشربس، كل نبات وله طبيعة نمو وله احتياجات. تقليم الشجر طبعا النخل بتقليمه مواسم، اللي هو بعد موسم الطرح وقبل موسم التزهير، ده التقليم. والعمليات طبعا اللي بتتم عليه بتاع شغل النخل، التذليل والكلام ده كله. الأشجار عادة تقليمها بيبقى في طول السكون، خاصة اللي هي المتساقطة زي ما قلنا بقى، اللي هو في شهر 2 قبل موسم ربيع. ببدأ تقليم الشجر كله اللي أنا عايزه، وتقريبا ده معظم الأشجار يعني فوق ال 95% بيتم تقليمها في الوقت ده. أشجار الشتوية وأشجار الصيفية كلها تقريبا في الميعاد ده. تمام. يعني حضرتك في جزء كبير جدا من مراحل الإنشاء ومراحل الصيانة، ولكن أنا مستمتع إن حضرتك الحوار يكون أطول من كده، ولكن يعني نكتفي بهذا القدر من المعلومات الفنية والإدارية ونخش الجزء الأهم كمان معانا في الحوار، وهو الاستدامة. حضرتك مصر استضافت مؤتمر المناخ، وتوجهت مصر في العهد الأخير وفي لحد 2030 التنمية المستدامة واستدامة اللاندسكيب خاصة. إيه رأي حضرتك في مشروع الاستدامة واستدامة اللاندسكيب كخاصة، حاجة خاصة؟ هو الاستدامة طبعا ده توجه قومي حاليا، إن أنت تحافظ على البيئة من خلال استخدام الأساليب اللي تحافظ على كان لاندسكيب أو زراعة خضار أو فاكهة أو زراعة عامة. ده اتجاه قومي، أو مش نقول اتجاه قومي، اتجاه عالمي. إن أنت تحافظ على البيئة، تستخدم مركبات محافظة للبيئة، تستخدم أسمدة محافظة للبيئة، ده الاتجاه. ولكن علشان نشغل الموضوع ده ينقصه إن أنت تنشر الوعي. نقص تعليم نقول ايه، الظروف اللي تحافظ على استدامة اللاندسكيب لسه مش منتشرة، في عدم وعي. يعني حضرتك شايف ان اللاندسكيب ما هو يعني زائد ان انت تعمل مشروع ان انت تعمل استدامة، ولكن محتاج برضه توعية. التوعية الأساس، لأن أنا مش هينفع تعمل شيء وأنت ما عندكش علم بيه أو توعية بيه. تمام. لو النهارده مهندس اللاندسكيب أو مشروع الاستدامة عندنا مثلا يعني التجمع الخامس فيه كومباوندات بس حوالي 20 مليون متر. ايه رأي حضرتك في تدوير مخلفات النباتات دي؟ هو التدوير ده ناس كتير أو أماكن كتير اتجهت للموضوع ده حاليا. تمام. أولا بسبب ارتفاع الأسعار الأسمدة، فالكل بيتجه لبديل. فأنا عندي بديل دلوقتي مخلفات طبعا، بتكلفني شيل مخلفات وتروح للقالب العمومية، وده كله بتكلفة. في حين ان انا عندي طريقة ان انا استخدم بيها كل المخلفات ديت وتوفر لي في الاسمدة. فانا كده وفرت تكلفة المخلفات نقلها والتخلص منها، ووفرت جزء من سعر الاسمدة. ان انا تدوير المخلفات طبعا اللي هي تتفرم وتتعمل كومبوست والكلام ده كله، بالاضافه ان هو بالنسبه لي اصبح مصدر حيوي مش مصدر كيميائي. حضرتك ليه ما يكونش النهارده في اشجار مثمره كعائد اقتصادي مش كزينه، كعائد اقتصادي في مشاريع اللاندسكيب؟ هو في الفتره الاخيره اصحاب الفلل بداوا يتجهوا للموضوع ده. بيحب يشوف الثمره وهي بتكبر قدامه، يحب ياكلها. طبعا بالنسبه له اصبحت حاجه اورجانيك، مش لا واخده مبيدات ولا الكلام ده كله، بتبقى حاجه كويسه. فبدات في الفتره الاخيره تنتشر الموضوع ده في الوحدات الخاصه. يبقى طبعا حضرتك هنا بتقول ان الوعي بدا يتغير فعلا حتى داخل الكومباوندات الخاصه، ان هو يتوجه ان يكون في شيء مثمر. وحتى الحاجات اللي هي الاماكن العامه البابليك في القرى نفسها بداوا يستخدموا الموضوع ده لسببين. اولا في نباتات فاكهه كتير، اشجار فاكهه كتير شكل الزهره بتاعها حلو، هيستخدم اصلا كزينه. بالاضافه ان في بعضها تاني روايح عطريه، حاجه زي الموالح، فتره التزهير بتاعتها ما شاء الله ريحتها بتبقى فواحه، ريحتها محبوبه.
فده بيدي انا حطيت عنصر جديد في جديد، التصميم استخدمته من ناحيه سمريه ومن ناحيه تنسيقيه ان انا حاجه عقليه. تمام. حضرتك شايف ان مصر قادره ان هي تقاوم الاستدامه او ان هي يكون عندنا استدامه لاندسكيب؟ والله لو انتشر الوعي ده اكيد، وانا كفرد لو لقيت ده عائد عليا، هنقول انا مثلا كمزارع لو ده هيفيدني طبيعي لازم اتوجه ليه. بالاضافه ان الحكومه لو انشات حاجات الزاميه للناس، زي ما احنا بنقول كانت زمان كانت بتلزم الفلاحين بالدوره الزراعيه للحفاظ، دي من عوامل الاستدامه، مع انها ما كانش ساعتها الكلام على الاستدامه، ولكن كان الكلام على الحفاظ على التربه للانتاجيه. النهارده كان بقى استدامه وبقى كده مجبرين عليه. لما تبقى الحكايه حضرتك ممكن تدينا مثال على مشروع حي يكون موجود فيه فكره الاستدامه؟ حاليا هو فيه مثلا حاجه زي حديقه لازر، دي كنا شغال فيها، وكانت المخلفات مفيش حاجه اسمها مخلفات تطلع بره، كل مخلفات القص كلها بتتفرم وتتكمر لحد ما يحطوا لها المواد اللي هي بتساعد على التحلل، ويطلع منها كومبوست ويستخدم في التسميد في الحديقه. وهنا وفرنا ان انا اشتري من حاجه لا شيء. يعني انا وفرنا زي ما حضرتك قلت العمر النجلي كمان. وفرت تكاليف التخلص من المخلفات، وجزء من توفير من جزء من تكلفه شراء الاسمنت. في الاماكن العامه في امثله؟ في بعض الاماكن دلوقتي، يعني مثلا في مصنع في بني سويف، ده مصنع كومبوست بيشتري المخلفات بتاعت المزارع، اصبح بيشتري. الناس بدأ في توعيه برضه. انا عندي وليكن جنينه او بستان موز او الحاجات دي كلها، انا الموز معروف ان هو كل 5 سنين بيتغير، فبتخلص منه، علشان اتخلص منه بدفع فلوس وتكلفه والكلام ده. اصبح دلوقتي انا عندي اماكن بتشتري المخلفات دي، يعني بدل ما اتخلص منها وادفع عليها فلوس، لا دلوقتي انا بتخلص منها واخد منها فلوس. في نهايه الحلقه الممتعه وحضرتك نصايح حضرتك المهندس حديث التخرج. مهندس حديث التخرج هو يمشي على حاجتين. اول حاجه طبعا الناحيه العلميه، كل ما يسري نفسه بالعلم ده طبعا افضل سلاح واقوى سلاح، ولكن لازم يتوازى معاه مشي الطريق الثاني اللي هو طريق العمل. قدر ينزل يشتغل في مكان جديد، ده طبعا هيبقى افضل حاجه، لان مهندس قالها لي زمان، قال لي لو انت عايز تعدل شجره، لو 50 عام من اللي حوالين الشجره ما حدش هيعرف يعدلها لما تمد ايدك انت وتعدلها زي ما انت عايز. فالحاجه اللي انت بتعملها بايدك تختلف غير لما انت تقراها في كتب او تشوف حد بيعملها قدامك. فان انت تمارس الشغل بايديك هيربط بين الاكاديمي وبين طبعا خلاص ربنا كرمنا ونزلنا في مشروع، خلاص احنا بنحاول نثبت نفسنا، اتابع شغلي، والمتابعه ثم المتابعه ثم المتابعه، لان انت زي ما قلنا لو انت سايب اي حاجه، اي شغل هارد سكيب سبته سنه سنتين 10 هترجع تلاقيه زي ما النبات لا النهارده بيختلف عن امبارح. وزي ما يقولوا مثلا، زي ما قالوا لنا كده، الزرع مش زي القطط، مش هياكل وينكر، لا انت اديته السماد واديته الميه بتاعته هيظهر ويبقى شكله حلو. نسيته وسبته خلاص، يعني انت مش هتديله حاجه ويقول لك لا ما خدتش. فديت متابعه المهندس للموقع هتعرفه ايه التغيرات اللي حصلت عنده، النبات ده بيزيد ولا بيقل، ده فيه مشكله، ده ما فيش مشكله. فالمتابعه يعني يمشي جوه الموقع يوميا. طبعا لازم يلف الموقع بالكامل، زي ما اساتذتنا علمونا في الكليه ان افضل سماد للارض تراب جزمه صاحبها، ان هو يفضل يلف فيها. وقالوا لنا برضه لو رحت عند فلاح في ارضه ما تعملش عليه مهندس، لانه هتلاقيه في الارض بتاعته دكتور. هو عارف الجزء ده فيه مشكله، الجزء ده بيحتاج ري خفيف، ده لو زرعت هنا السنه اللي فاتت ما ينفعش تزرع السنه دي. هو اصبح دكتور في المنطقه بتاعته، فانت ما تعملش عليه مهندس. تمام. التطوير بالنسبه لمهندس حديث التخرج. التطوير طبعا مطلوب في اي شيء، لان انت عندك
النهارده غير امبارح غير بكره، متطلبات المواقع امبارح غير النهارده غير بكره. في بعض الشركات دلوقتي عايزه المهندس اللي ينزل عايزه يبقى مكتب فني ويبقى مهندس تنفيذ ويبقى كل حاجه. ينزل مهندس مشتريات، ينزل احتاج مزارع، ينزل يلف في المشاكل ويعرف ينقي الزرع المطلوب ازاي ويجيبه، هو اللي ينزله الموقع، هو اللي يزرعه، هو اللي يعمل الورقيات. في بعض الاماكن كده. فانت كل انت تطور من نفسك هتساعد انك توصل. طبعا زي ما بقول لحضرتك متطلبات الشغل امبارح غير النهارده غير بكره. احنا الاول ما كانش حد مهتم قوي بحته التصميم الا ناس معينه هو اللي بيهتم يتعلم برامج والكلام ده كله. اصبح دلوقتي بقت الف ب ان انت تتعلم البرامج، اوتوكاد، رينكاد، الحاجات دي كلها المستخدمه في التصميم حتى لو مش هشتغل تصميم. لان انت كمهندس موقع عايز اعمل تعديل اتعمل على الارض، عايز اعمل اسبلت ارفع الشغل اللي انا عملته ده كله احطه على سكتش او على خريطه. لازم يكون عندي خلفيه بالبرامج دي كلها اللي انا اشتغل بيها. فده اصبح شيء ضروري ومطلوب حاليا دلوقتي. هذا الحوار الشيق. اولا بشكر باشمهندس عبد الحميد، بشكرك جدا. بشكر الباشمهندسين، بقول لهم يعني من لسان الباشمهندس عبد الحميد اجتهد على نفسك، اعمل، اتعلم اكاديمي وطور من نفسك. 4 نقط يعتبر هيحطوك في اول طريق انك تكون مهندس شاطر وانك تكون مهندس تشتغل في وقت من الاوقات. في نهايه الحوار كل سنه وانتم طيبين. شكرا باشمهندس عبد الحميد، شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.